حبايبنا ابطالنا رجاله الثانويه العامه 2026، ايه الاخبار يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. اهلا بك يا حبي يا عمنا عصير الكتب يا عمنا. بص يا حبي، النهارده ان شاء الله باذنك يا رب شويه جمل وشويه حل وشويه افكار محترمين. بقول لك عصير الكتب يا عم عصير الكتب. طيب كل اللي عايزه من حضرتك ان حضرتك هتركز معايا جدا جدا جدا. بعد اذنك سيب لي الالمازايه دي، سيبها وتعال نحل مع بعض الافكار دي، هروق لك عليها. والله الالمازايه دي هتتروق، فركز لي. طيب بص يا حبي، عايزك مركز معايا جدا ان شاء الله، وباذن الله الفايل هتلاقيه تحت في الديسكربشن. اي حاجه هنشتغلها هتلاقيها في الديسكربشن باذن الله رب العالمين. فانا عايزك مركز وصاحي جدا جدا باذنك يا رب، وكل جمله وكل فكره لازم تكتبها. يعني اي حاجه واي فكره ما كنتش تعرفها هتكتبها ورايا. خلاص يا عمنا؟ خلاص يا عمنا. طيب بص يا حبي، في الاول بنقول اللهم اني نويت ان اسعى فكن يا ربي لي العون. اللهم اني اسعى فارزقني يا ربي لذة الوصول. اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا. بص يا حبي، ده الفايل اللي احنا هنشتغل منه ان شاء الله. طب حلو، هتلاقيه فين؟ هتلاقيه تحت في الديسكربشن. طيب هتطبعه وهتمشي معايا جمله جمله. حلو يا عمنا؟ حلو. طب انت عايز تحل الاول وبعدين تراجع معايا يا باشا؟ براحتك. المهم ان اي جمله حضرتك تحس ان الله ايه الجمله الجامده دي، ده انت فكرتك ما حصلتش. انا لازم اكتب فكرتها جنبها والتفسير بتاعها جنبها هنا، عشان باذن الله الورق ده بالذات هيفضل معاك لحد اخر يوم في السنه ان شاء الله رب العالمين. اللي هو عصير الكتب مهم جدا. كل ما هنعمل عصير كتب ان شاء الله هيفضل معاك الورق بتاعه وهتحتفظ بيه، واي تفسير هترجع تراجعه. حلو. طيب فبعرفك ان اي تفسير هيتكتب، وبعرفك انت هتحافظ على الورق ده. سليم يا عمنا؟ سليم يا عمنا. طيب بص يا عمنا، حاجات لازم تكون فيها، معلش من الاخر والله. اول حاجه البيج بتاعتنا، ليه يا صاحبي مش فيها؟ معلش يعني والله بامانه يعني. اولا بتعرف كل الاخبار وكل الحاجات بننزلها. طيب تاني حاجه الجروب بتاع الفيسبوك بنزل عليه تلخيصات حلوه قوي ومسابقات بفلوس كتير فبتفوتك. ليه يا صاحبي؟ طيب تالت حاجه خد بالك الشانل بتاعتنا على الواتساب وعلى التليجرام، الاثنين دول بقى ما اقولكش عليهم، مهمين جدا والله العظيم. فصدقني اللينكات تحت خش عليها وتجيلي تاني. ماشي يا عمنا؟ يلا بينا. بص يا حبي، تعال نحل مع بعض عصير الكتب على يونت 1. حلو. طيب ركز لي بالله عليك. اول حاجه عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا اي. طيب وبعدين بيقول لي تو باريس 3 تايمز، انا لباريس 3 مرات. طب وبعدين انت عايز مني ايه؟ هو كل اللي هو عايزه ان عايزك تقول انا رحت باريس 3 مرات. طيب انا هحل الجمله دي ازاي؟ انا على طول دماغي هتشوف هو انا بقول انا رحت باريس 3 مرات، انا هنا بعبر عن خبره سابقه وما قلتش حصلت امتى. طب وده بينطبق فين؟ ان اعبر عن خبره سابقه وما اقولش حصلت امتى مفيش غير في حاجه واحده، المضارع التام هو اللي بعبر فيه عن خبره سابقه وما اقولش حصلت امتى. طب مضارع تام تكوينه ايه؟ فاعل هاف اور هاز تصريف ثالث. طب مش ده الفاعل؟ طب ياخد ايه؟ ياخد هاف وتصريف ثالث. طب ينفع ووز ده ماضي بسيط. طب هاد بين ده ماضي تام. طب ام ده مضارع بسيط. فواحد تاني يجي في دماغه حته يقول يا مستر معلش، هو انا هنا ليه ما قلتش I have gone to؟ هو مش انا بقول انا رحت باريس 3 مرات ويذهب دي اللي هي المفروض جان؟ طب ليه؟ قال لي بص يا حبي، افكلك انا لغز يا عمنا. قال لي ان انا مع الخبرات السابقه انا بستخدم بين تو وليس جان تو. ايه رايك بقى؟ يبقى انا مع خبرات سابقه بستخدم بين تو وليس جان تو. فالحته دي تكتبها عندك. النهارده هنقول تفاصيل كتير، فاي تفصيله لازم تتكتب. انا قلت لك ده هيفضل معاك ان شاء الله، اي تفصيله نقولها هتتكتب. طيب بعد كده بيقول لي غاده، مالها غاده؟ قال لي هير هوم ورك، الواجب بتاعها اوريدي بالفعل. هي دي من علامات ايه يا جماعه؟ من علامات مضارع تام، البريزنت بيرفكت. طيب هل مضارع تام تكوينه فاعل وتصريف تاني؟ لا، ده تكوينه فاعل هاف اور هاز تصريف تالت. طب هل ده مضارع بسيط؟ لا، هاز دون. يبقى غاده عملت الواجب بتاعها بالفعل. طب ما يا مستر ده تكوين مضارع تام منفي. معلش انا عندي اوريدي، انا بقول لك هي عملت الواجب بتاعها بالفعل. هي لو كانت دي يت كنا احنا جبنا نفي، لان بستخدم يت مع الجمله المنفيه ومع السؤال، انما دي مش يت. طيب بعد كده بيقول لي they in this house 14 years they like it so much. هم في البيت ده لمدة 10 سنين، هم بيحبوا البيت ده جدا جدا جدا. طيب يبقى lived ولا have lived ولا live ولا has lived؟ مبدئيا they ما تاخدش has، طير. ده أول حاجة. تاني حاجة أنا بقول لك هنا فور من علامات إيه؟ مضارع تام أو مضارع تام مستمر. طيب
هل معلش اداني دليل ان الحدث انتهى؟ لا، ده بيقول لي ان هم عايشين في البيت ده لمده 10 سنين، هم بيحبوا البيت ده جدا، يبقى لسه عايشين في نفس البيت. يبقى حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا لحد دلوقتي. يبقى حدث بدأ وما زال مستمر، يبقى مضارع تام. مضارع تام يبقى فاعل have or has، تصريف ثالث يبقى have lived. live مضارع بسيط مش تبعنا، انا عندي lived ماضي بسيط. طيب بعد كده امجد to the store recently، انا عندي recently من علامات ايه؟ مضارع. مضارع ايه؟ مضارع تام. طب حلو. طب يا مستر will go ده مستقبل، has gone have gone goes ده مضارع بسيط، الاثنين دول مضارع تام. هبص عندي امجد مفرد ياخد عندي has gone مش have gone بس. طيب safe his report yet من علامات ايه؟ مضارع تام، بتجيلي اخر الجمله المنفيه، دي جمله يبقى لازم تكون منفيه، يبقى هدور على النفي هنا hasn't finished، يبقى بقول لك ان سيف لم ينهي التقرير بتاعه حتى الان، يبقى انا هكتب عندي يت يتم استخدامها مع الجمله، احنا عارفينها. طيب I haven't seen her last week، بس استنى، المستر قال لي last year last week last month، بستخدم معاها ايه؟ بستخدم معاها ايه؟ بستخدم معاها since. طب the last تبقى for، يبقى انا هستخدم عندي هنا since. انا ما شفتهاش منذ last week، اسبوع مضى. طب لو كانت the last كنا خدنا for. طب امتى since تيجي مع the last؟ كانت the last time، لو لقيت عندي the last time اجيب since، انما اي the last تانية the last week the last year يبقى for. طيب have they finished the report؟ they are very clever. شوف بقى السؤال ده، هو ده سؤال بس دي بتبين لي ان الموضوع مش عادي. بقول لك ده هم كليفر جدا، ده هم شاطرين جدا. ايه ده؟ هم خلصوا المشروع بالفعل، ده هم شاطرين جدا. ده سؤال اسمه سؤال تعجبي، ومع السؤال التعجبي انا بستخدم اوريدي، يتم استخدام اوريدي مع السؤال التعجبي. طب ينفع يت ازاي بقى؟ هيجي لي اخر السؤال بس مش تعجبي، اوعى والله يضحكوا علينا. طيب I have the supermarket for 2 hours، أنا للسوبر ماركت لمدة ساعتين. I have been to gone to been in been، أنا رحت للسوبر ماركت لمدة ساعتين. إزاي؟ مش جاي خالص معاه سكة. يعني أصل دي هيبقى معناها أنا رحت ورجعت لمدة ساعتين، أنا رحت ولسه هناك لمدة ساعتين، ولا I have been in أنا في السوبر ماركت لمدة ساعتين. تمشي. ما هتقول لي been to إزاي؟ I have been to يعني انا رحت ورجعت السوبر ماركت لمده ساعتين، انا رحت ولسه هناك السوبر ماركت لمده ساعتين، ولا انا في السوبر ماركت لمده ساعتين؟ هي دي. مش احنا قلنا ان انا عندي have or has gone to راح وما جاش، have or has been to ذهب وعاد، have or has been in انا قاعد ياض. طيب بعد كده بيقول لي منا hasn't sent the letter، يعني منا ما ارسلتش الخطاب، الجمله منفيه. طالما الجمله منفيه يبقى يت حتى الان. طيب since I، بس استنى اقف عندك، انا عندي سنس تم استخدامها كرابط بين جملتين، جمله بتكون عندي مضارع تام اللي بعد سنس على طول ماضي بسيط، وما تحورش عليا. ماضي بسيط يعني فاعل ثم تصريف تاني، وعياد تبقى اماني بنفي بددنت واسال بدد ويمثيل على واد بيب. ماضي بسيط تصريف تاني يبقى فاعل وتصريف تاني started. ما اصل يا جماعه عندنا دماغ برضو. طيب وبعدين بيقول لي over the past few months، يعني عبر الشهور القليله الماضيه. we our skills significantly يعني بشكل بارز. طيب منها significant يعني بارز صفه، بتساوي عندي important، بتساوي عندي remarkable. طيب المهم انا عندي over the past few months دي من علامات مضارع تام، over the past months over the past years كل دي من علامات مضارع تام. طيب هي من علامات مضارع تام، مضارع تام يعني فاعل have or has تصريف ثالث. طب عندي will be improving ده كده مستقبل مستمر مش تبعنا، will be verb ing. improved ماضي بسيط، انا قلت مضارع تام. have improved فاعل have تصريف ثالث. over the years من علامات مضارع تام. over the months من علامات مضارع تام. طيب بعد كده بيقول لي سيد to 3 different countries this year، سيد لثلاث دول مختلفة السنة دي. لو جبت الجملة دي تبقى اقسم برب بتفهم. ده انهي استخدام وفي زمن ايه؟ اكتب لي في الكومنتس. يا رب لو ما كتبت في الكومنتس لحد يرنك علقه محترمه. بس بقى يلا بينا يا عمنا، والله العظيم ما بهزر. اكتب لي يا حبي، اكتب لي ده انهي استخدام، عشان والله العظيم انا قايله في الشرح. خلاص كتبت. بص يا عمنا، احداث قابله للزياده، احداث قابله للتكرار،
ما هو سيد خد بالك سافر ل3 دول مختلفة السنة دي، ما احنا لسه في نفس السنة، ما ممكن يبقوا 4، ممكن يبقوا 5، ممكن يبقوا 6. فمعنى كده ان هستخدم هنا مضارع تام لان دي احداث قابلة للزيادة، ما احنا لسه في نفس السنة، يصير السنة دي. يبقى معنى الكلام هستخدم مضارع تام فاعل have or has تصريف ثالث سيد مفرد ياخد has وترافلد بس. طيب بعد كده I have seen such a beautiful sunset. حلو، انا عمري ما شفت يا جماعه غروب شمس زي الغروب ده. ده ايه؟ انا عمري ما شفت زي الغروب ده. مقارنه. فاكر لما كنا بنستخدم never في المقارنه كنا بنقول ايه؟ I have never seen such a beautiful girl. انا عمري ما شفت بنت جميله زي دي. فكنا بنستخدم never مع المقارنه وايفر مع جمله التفضيل. فلذلك هنا هستخدم عندي never. فبقول لك I have never seen، انا يا اخي عمري ما شفت غروب شمس جامد زي ده الصراحه. طيب بعد كده عندي ايه؟ بص يا عمنا، بعد كده بيقول لي oddly. حلو. recently هي من علامات ايه؟ مضارع تام. هي lately. طب حلو. طب دي ايه؟ دي ابوستروف اس يا حبيبي، دي هاز اهوت. فالمفروض اصلا لان دي من علامات مضارع تام ان دي هاز واجيب لك عندك تصريف ثالث. ما هو مضارع تام فاعل have or has تصريف ثالث. انا كل اللي ناقصني هنا تصريف ثالث يبقى started. طيب I have lived in this city my childhood. أنا بعيش في المدينة دي طفولتي. هي إيه اللي بيجي بعدها اسم مع مضارع تام يا جماعة؟ since. مش دي have وتصريف ثالث يعني مضارع تام؟ فاعل have تصريف ثالث يعني مضارع تام؟ طب إيه اللي في المضارع التام بيجي بعده اسم؟ since. فمعنى القصة دي نقول لك هنا since. طيب ريهام has not called me. ريهام ما كلمتنيش lately وعندي already وعندي just وعندي never. طب ايه اللي بيجي لي مع الجمله المنفيه؟ lately. ريهام ما كلمتنيش مؤخرا. lately من الاغلب ان هي بتجي لي مع الجمله المنفيه. حلو حلو. طيب طارق has finished his homework. هبص عندي yet عندي just عندي ever عندي since. يبقى طارق has yet ازاي ده بتجي لي اخر الجمله المنفيه واخر السؤال. طير. طب طارق has just finished. طارق لسه انهى حالا الواجب بتاعه. يعني لسه مخلص حالا الواجب بتاعه. طيب I French for 6 months but I still find it challenging. انا ايه اللغه الفرنسيه لمده 6 شهور بس انا لسه ما زلت حاسسها صعبه معايا. طيب يعني بدات من 6 شهور ولسه مكمل. يعني ده ايه؟ حاجتين، يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر. حلو. مضارع تام يعني فاعل have or has تصريف ثالث. طيب مضارع تام مستمر الفاعل have or has been verb ing موجود عندي. I have been studying يعني انا بدرس اللغه الفرنسيه لمده 6 شهور. حلو يا عم حلو. which sentence انهي جمله best describes يعني بتصف افضل وصف لان action حدث that started in the past بدأ في الماضي and is still continuing and is still وما زال مستمر. حدث بدأ وما زال مستمر. حاضر. طيب هنا بيقول لي she has visited Paris many times. هي زارت باريس العديد من المرات. هل كده حدث بدأ وما زال مستمر؟ وربي ما حصل. يبقى طاير. they will build هم لسه هيبنوا يا راجل مدرسة جديدة السنة الجاية. بقول لك حدث بدأ وما زال مستمر. ايه يا عم ينفع؟ طيب he has been practicing the piano for 3 hours يعني هو بيمارس البيانو لمدة 3 ساعات. حدث بدأ من 3 ساعات وما زال مستمر. مستخدم لمضارع تام مستمر فاعل has been verb ing. شكرا. انا هنا بيقول لي I'm watching a film يعني انا بتفرج على فيلم right now الآن. لا ده حدث مستمر الآن مش تبعنا خالص. طيب since morning يعني منذ الصباح. he that old car هو العربية القديمة دي. but it's still not working بس هي لسه مش شغالة بشكل كويس أو بشكل صحيح. يبقى معنى الكلام من الصبح وهو لسه بيصلح في العربية دي وما اشتغلتش حلو. يعني حدث بدأ من الصبح وما زال مستمر يعني مضارع تام مستمر. فاعل have or has been verb ing. أبص عندي موجود has been fixing. بس التفسيرات دي مهمة جدا. طيب which sentence انهي جملة isn't correct مش صحيحة؟ منار has been baked all afternoon. منار بتخبز ازاي؟ has been baked ازاي؟ منار اتخبزت؟ ما انت هنا جايب لي has been تصريف ثالث ده تكوين الباسيف في المضارع التام. يبقى هي اول واحدة اللي isn't correct.
ما هو بيقول لي انهي واحده مش صحيحه. اول واحده. هو اول واحده مش صحيحه، لان المفروض لو انت عايزها مضارع تام مستمر كانت منار هاز بين بيكنج، مش منار بتتخبز. بتتخبز ازاي يا نهار ابيض؟ طيب I haven't finished دي صحيحه طبعا، جاب لي مع جمله منفيه. انا منتظر لمده طويله صحيحه. طيب بعد كده why your eyes are red and puffy. هو انت ليه بتبكي؟ عينك حمرا يا حبيبي. فانت ليه بتبكي؟ بدات ولسه بتبكي، فده حدث بدأ وما زال مستمر، يعني مضارع تام مستمر. يعني هنا طبعا سؤال فانا هخلف have or has وبعدين الفاعل وبعدين been وبعدين verb ing اهو. why have you been crying؟ انت ليه بتبكي يا حبي؟ عينيك حمرا. حدث كان مستمر واثاره قدامي. الاثار اللي قدامي دي مبنيه على الاستمرار مش على الاكتمال. ها، ما هو عينيك حمرا انك كنت بتبكي مش لانك بكيت. طيب بعد كده بيقول لي which sentence انهي جمله هي صحيحه في الاستراكشر. ماشي، يعني صحيح في التكوين. عينينا حاضر. فبص عندي انهي اللي تكوينها صحيح. احمد هاف يا راجل، هي احمد بيجي معاه هاف من امتى؟ هنا بيقول لي he has been working out so he is tired. هو شغال بره لذلك هو مرهق. يعني معنى الكلام ان هو يقصد هنا ان هو كان شغال ولسه شغال، حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا لذلك هو مرهق. طب تعال نبص على بعدها I had been working all day. all day يا حبيبي المفروض معاها مضارع تام مستمر هنا، لان بيقول لي لذلك انا دلوقتي منهك. فالنتيجه عندي في الحاضر، فانت لازم هنا تبقى في المضارع مش في الماضي. طيب he will be working out so he is tired. انت ليه جايب لي مستقبل؟ هو لسه هيشتغل فلذلك هو مرهق. بامانه خدت عندي بي. هي دي التكوين الصحيح. طيب بعد كده which of the following انهي من الجمل الجايه بستخدم هنا for correctly بشكل صحيح with the present perfect continuous مع زمن المضارع التام المستمر. حاضر. I have been waiting here for hours. انا مستني هنا لمده ساعات. have been waiting صح. I have waiting يا حبيبي بقول لك مضارع تام مستمر. have been verb ing. I have been waited ازاي يعني حضرتك؟ have been verb ing مضارع تام مستمر. غلط، يبقى خدت عندي اول واحده. طيب بعد كده بيقول لي choose the sentence. اختار الجمله that correctly اللي بتستخدم sense بشكل صحيح في زمن المضارع التام المستمر. حاضر. بيقول لي ايه؟ بيقول لي دي practice. هما بيمارسوا. يعني ايه since last night؟ ايه ده؟ طير. طيب since المفروض قبلها اصلا مضارع تام، دي حتى مش مضارع تام، هو عايز مضارع تام مستمر. دي have been practicing since last night صحيحه. مضارع تام مستمر فاعل have been verb ing وبعدين since هيت معانا يبقى زي الفل. يعني هنا بيقول لي دي practiced يعني جاب لي فعل وتصريف تاني يعني ماضي بسيط مش حتى مضارع تام مستمر. دي have been practiced يا راجل المفروض دي verb ing لان هو عايز معايا هنا مضارع تام مستمر present perfect continuous. يبقى اختار عندي بي. حلو حلو. how long you here since 2 o'clock. كام المده اللي انت فيها هنا او اللي انت منتظر فيها هنا؟ طب are ولا where ولا have؟ بص يا حبي، هو انت مستني هنا من امتى؟ قال له من الساعه 2. معنى كده ان هو مستني من الساعه 2 وما زال مستمر، يعني بدأ من 2 ولسه مستمر. طب ده تبع انهي زمن؟ مضارع تام مستمر، حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا. تكوينه فاعل have or has been verb ing. طيب يبقى معنى الكلام how long have you been waiting؟ سؤال في المضارع التام المستمر. بس قال له من الساعه 2. طيب بعد كده my glasses I can't find them. بقول لك يا حبي، هل انت لقيت النضاره بتاعتي؟ اصلا انا مش لاقيها. طيب did you see؟ ده ماضي بسيط يا حبي. انا بسالك هنا طالما بسالك عن حاجه دلوقتي واثرها في الحاضر ان انا مش لاقيها يبقى ده مضارع تام. طب have you been seeing؟ يا حبي سي لقيت مستمر يبقى have you seen؟ هل انت شفت النضاره؟ بعد كده بيقول لي I have written. انا كتبت ايه؟ كتبت هنا عندي stories قصص. وبعدين بيقول لي as long as I can remember. انا قايل لك في محاضره الشرح دي بيجي معاها ايه؟ for. يبقى for as long as I can remember. طيب
بقى كان عندي I last met علي، اخر مره شفت فيها علي when we were at your party، لما كنا في الحفله بتاعتك. since then منذ ذلك الحين I him انا ما شفتوش، من ساعتها وانا ما شفتوش، يعني حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا حتى الان، يعني مضارع تام مستمر او مضارع تام. يبقى بص، ما عنديش هنا مضارع تام مستمر، عندي مضارع تام، يبقى عندي haven't met. بعد كده بيقول لي I enjoyed انا استمتعت ب that film الفيلم as I saw بسبب ان انا شفت many places العديد من الاماكن I have never انا عمري ما رحتها، العديد من الاماكن اللي عمري ما رحت لها، اللي عمري ما رحتها، يبقى been to I have never been to. فواحد يقول لي طب يا مستر ليه هتجيب لي to؟ ما هو العديد من الاماكن اللي انا عمري ما رحت ليها، اللي انا عمري ما رحت ليها been to، ما ينفعش been بس. طيب they have played tennis 3 times هم لعبوا تنس 3 مرات، اهي دي الحته. واللي هيجيب الجمله دي صح بيفهم، اكتب لي في الكومنتس حلها، معلش سامحني بسرعه، اكتب لي حلها بسرعه وتجيلي. هو معلش هنا احنا لعبنا او هم لعبوا التنس 3 مرات الاسبوع ده، ما هو مضارع تام احداث قابله للتكرار، هم لعبوا 3 مرات تنس، ما احنا لسه في نفس الاسبوع، يعني احداث قابله زياده ممكن يبقوا 4 ويبقوا 5، يبقى this week هذا الاسبوع، زي الجمله اللي كانت فوق اللي كان بيقول لي this year السنه دي. طيب since here I haven't slept well والله بقول لك منذ رؤيتها وانا ما نمتش حلو. ليه يالا؟ ليه يالا في ايه يالا؟ كافيين ولا ايه؟ فقال لي سنس. طب سنس يجي بعدها ايه يا حبي؟ او بص عندي كده ثواني، ما سنس بيجي بعدها ماضي بسيط والجمله الثانيه مضارع تام، انت صح. بس تعالى في جلايتي، الماضي البسيط يتكون من ايه؟ فاعل ثم تصريف تاني وعاد تبقى اناني، باين في بديدنت واسال بديد ومسي عود بيب. طب هل هنا فاعل عشان اجيب معاه تصريف تاني؟ لا، انما سنس هنا اللي هو رابط جاي اللي بعده الفعل على طول، يبقى تجيبوا لي فيرب ان جي. حلوه حلوه، يبقى نركز. طيب بقى كده بيقول لي اور بلوك اوف فلاتس سنس البلوك بتاعنا من الشقق منذ 2012 اتبنى من 2012، سنس مضارع تام كده كده، بس ده اتبنى يعني باسيف، ما هو البلوك من الشقق ده خلاص مش هيبني، لا ده اتبنى، فهنا عندي ده مفعول، وجملتي لما تبدا بمفعول بنسميها باسيف. في زمن ايه؟ في زمن المضارع التام، لان عندي سنس مضارع تام في الباسيف المفعول هاف اور هاز بين تصريف ثالث. طيب هو بلوك واحد، يبقى انا عايز هاز بين تصريف ثالث، يبقى هاز بين بيلت. في فجل هيروح يختار هاف بين بيلت ورانك، يقول لك بس استنى ما انا عندي اس، هو حدد ان هي باسيف، ما هو شاطر، بس قال لك لا ما هو اصل عندي فلاتس جمع فاجيب هاف. يلا بيقول لك بلوك واحد، يلا هو البلوك اجواه شقق كتير بس هو بلوك واحد في الاخر. تعذبني انت والله. after the school he will be sending 6 months in India. after رابط الجمله الثانيه مستقبل، يبقى عندي هنا حاجه من الاثنين، يا مضارع بسيط يا مضارع تام، بس خلصانه بالشياكه وقايلها لك في يونت 1. طيب مضارع بسيط مع هي تبقى الفعل فيه اس مش موجود في الاختيارات كلها، مضارع تام مع هي يبقى هاز وتصريف ثالث موجوده بس. طيب I such a tricky person all my life long. حلو. I never have seen I have ever seen I never seen I not seen. بص يا عمنا، انا عمري ما شفت شخص مخادع زي ده طول حياتي، بس استنى، يبقى انا عايز اقول I have never seen. انا من امتى بجيب never قبل have؟ يعني المفروض I have never seen. انا عمري ما شفت شخص مخادع زي ده خالص. ما هي دي المقارنه اللي لسه عاملين زيها جمله فوق، بس هو مغير لي بس شويه، مش احنا عاملينها شويه المقارنه مع نيفر لسه عاملين عليها جمله فوق، واللي بيكون عندنا فاعل هاف اور هاز، نيفر تصريف ثالث، such اي اور ان ثم مصروف اسم الاسم. طيب هنا بقول I haven't seen سيف، انا ما شفتش سيف. حلو. the last time we met at the cinema، اخر مره اتقابلنا في السينما، يبقى من اخر مره اتقابلنا في السينما. يا مستر استنى، ما انت لسه قايل لي فوق ان كلمه the last time دي بيجي معاها سنس. شكرا. since the last time قلت لي the last week، لا يبقى for. the last year يبقى for، انما the last time since. طيب there any news about Sarah since she moved to بني سويف؟ مفيش اي اخبار عن ساره منذ هي انتقلت الى بني سويف. بصيت عندي since بعدها ماضي بسيط فاعل وتصريف تاني، بيكون قبلها مضارع تام. مضارع تام يبقى there hasn't been، ما يجيش معاها haven't. there هيجي معاها haven't ازاي يعني؟ يبقى hasn't been. طيب he worked as a football trainer he has earned a lot of money. ماشي.
فاعل تصريف تاني وقعدت تبقى اناني يعني ماضي بسيط. وهنا مضارع تام فاعل هاز تصريف تاني تبقى هنا سنس. شكرا، هو ده الرابط الوحيد اللي بيحقق لي الحته دي، ان ماضي بسيط ومضارع تام. منذ هو عمل كمدرب كره قدم هو بيجني فلوس كتير. الله اكبر. You look scared. انت تبدو ان انت خائف. Anything frightening. هل في اي حاجه مخيفه حصلت؟ يبقى had you seen. يا عم ايه ده؟ ماضي تام ازاي يعني؟ وانا عندي هنا مضارع بسيط. انت شكلك خائف دلوقتي. طالما النتيجه في الحاضر يبقى انا عايز مضارع. Did you see ماضي بسيط؟ لا. Have you seen؟ هل انت شفت اي حاجه frightening مخيفه؟ صح. في 2024 امتحانات سابقه. طيب وبعدين بيقول لي هدى has read. هدى قرأت شابترين من Great Expectations. خلاص راحت ايامها. Since she back home. حلو، ده جالي في تجريبي 25. طيب انا بصيت عندي هي سنس، جالي قبلها هنا مضارع تام فاعل هاز تصريف تالت. طيب يجي لي بعدها ماضي بسيط يعني فاعل ثم تصريف تاني يبقى كي. منذ هي اتت او رجعت البيت. بس انا عايزك لمح مع الجمله، مفيش ابسط حرفيا من الحل ده في حاله انك فاهم ورايق ومركز قوي في الجمل. طيب اتس ا لونج تايم. معلش المستر قال لي اتس ا لونج تايم او it has been a long time، بيكون عندي هنا since وبعدين ماضي بسيط فاعل وتصريف تاني يبقى since. ما هي it's او it has been وبعدين مده مستمره وبعدين since وبعدين ماضي بسيط. طيب هشام this car for 5 years. هشام العربيه دي لمده 5 سنين. هشام بيمتلك العربيه دي لمده 5 سنين يعني بدا من 5 سنين ولسه مستمر. مضارع تام او مضارع تام مستمر، بس مش هينفع هنا مع الاسف مضارع تام مستمر. ليه؟ لان هنا خد بالك فعل تقريري لا ياتي في الاستمرار، فمعنى القصه دي ان انا هجيب له هنا مضارع تام وليس مضارع تام مستمر. يعني فاعل هاف اور هاز تصريف ثالث. هشام مفرد ياخد هاز وتصريف ثالث. شكرا. هاز هاد. تامر ليفت فور انجلاند. تامر راح انجلترا في 1990. هي هازنت كام باك. هو لسه ما رجعش منذ مغادرته. هي بعد اذنك هجيب معاها ايه يا مستر؟ معلش مش دي فاعل هاز تصريف ثالث يعني دي جمله مضارع تام. طب دي ايه؟ مغادرته. مغادرته دي شغاله ايه؟ شغاله اسم. هو ايه اللي بيجي بعدها اسم؟ هي مفيش الا هي القمر سنس. شكرا. جات لي في 1984. بعد كده عندي جمله جات لي في امتحان ثانويه عامه 1995. حلو. بيقول لي هنا I from him since he went abroad a year ago. حلو. since هنا بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع تام او مضارع تام مستمر. دي مضارع مستمر، دي ماضي بسيط. haven't heard مضارع تام. شكرا. يعني بقول لك يا سيدي انا ما اعرفش عنه حاجه منذ هو سافر بالخارج من سنه. طيب هنا بيقول لي it has been 2 weeks. بس استنى المستر لسه قايل لي على الحته دي من مفيش بالظبط من 3 4 دقائق ان قال لي since بيجي قبلها it's او it has been وبعدين مده مستمره. في الحاله دي since بيجي بعدها ماضي بسيط فاعل ثم تصريف تاني. هو قاعد تبقى اناني. فبص عندي فاعل وتصريف تاني يبقى اختار عندي فوند. يعني اسبوعين منذ انا اخر مره كلمت فيها ساره. طيب بعد كده بيقول لي I am a student. انا طالب في ثالثه ثانوي. I English for 8 years. انا بدرس انجليزي لمده 8 سنين. يعني بدات من 8 سنين ولسه مكمل. حدث بدأ وما زال مستمرا مضارع تام او مضارع تام مستمر. ايه الموجود عندي؟ عنده مضارع تام مستمر فاعل have been verb ing. بس. طيب there has been a decrease يعني في انخفاض in the number of في عدد الابليكيشنز التطبيقات since the report منذ التطبيق on environmental pollution in the newspaper. خد بالك الجمله اللي فاتت دي كانت في 2024 واللي قبلها في 2021 في الاكسبيرمنتال. ماشي. في التجريبي انا بصيت دي طبعا تجريبي 2019. انا بصيت هنا was appeared ولا has appeared ولا appeared ولا has been appeared. يا مستر ثواني انا عندي since قبلها there has been a decrease قبلها مضارع تام there has been فسنس بيكون بعدها ماضي بسيط. ماضي بسيط يبقى مش دي. طب ولا دي برضو حاجه من دول يا اما باسيف يا اما اكتف. منذ التقرير اللي على التلوث البيئي ظهر في الجريده مش تم اظهاره. انا لو خدت عندي وز appeared كان هيبقى تم اظهاره. هتبقى الجمله عندي باسيف
الباسيف في الماضي البسيط المفعول was aware تصريف ثالث. هي ظهر منذ ما هو ظهر في الجريده مش تم اظهاره، فدي غلط. يبقى خدت عندي ظهر تصريف تاني، يبقى التقرير ظهر فاعل ثم تصريف تاني. طيب بعد كده بيقول لي so far حتى الان من علامات مضارع تام. many schools العديد من المدارس in rural and urban areas مناطق حضريه وريفيه. بصيت عندي so far يعني انا عايز مضارع تام. طير لي بقى will have been built، طير لي المضارع المستمر are building have been built مضارع تام. يعني so far حتى الان العديد من المدارس اتبنت، دي باسيف. باسيف ازاي؟ في المضارع التام المفعول have or has been تصريف ثالث، ما هي العديد من المدارس اتبنت، فالصيغه عندي باسيف. ده جات لي فين؟ في تجريبي 2020. طيب هنا برضو امتحان 2020 دور اول I my classmates for many years now. انا عارف زملائي في الفصل لمده العديد من السنوات الان. يعني بدأنا ولسه مستمرين، مضارع تام او مضارع تام مستمر. بس اما ضربت بعيني على الاختيارات لقيت عندي الفعل نو، لقيت مستمر. يبقى انا عايز مضارع تام بس. مضارع تام يعني فاعل هاف تصريف ثالث يبقى هاف نون. بعد كده have you finished doing the research؟ هل انت انهيت عمل البحث؟ قال له not yet ليس بعد. تحفظ not yet معناها ليس بعد لونج مان. بعد كده بيقول لي my aunt in طنطا، عمتي او خالتي ايا كان في طنطا لمده 10 سنين بس. دلوقتي هي بتعيش في المنصوره، يعني لسه عايشه في طنطا؟ لا، يبقى ما ينفعش استخدم مضارع تام. ازاي يا ناس؟ ازاي يا ناس؟ ده انا عندي فور من علامات مضارع تام. يا عم بس الحدث مش لسه مستمر. انا عندي حاجه بتقول لي يتم استخدام فور مع الماضي البسيط في حاله وجود ما يدل على انتهاء الحدث. ما هو بيقول لي دلوقتي هي بتعيش في المنصوره، يعني اداني دليل ان الحدث انتهى، ما عادتش عايشه في طنطا. ففي الحاله دي بستخدم ماضي بسيط. ماضي بسيط يعني تصريف تاني يعني lived. طيب did you start studying English؟ بصيت عندي did you start how long؟ لا. how long ago؟ لان ago بتاعت الماضي البسيط. وانا بصيت عندي did you start، انا ده سؤال الماضي البسيط فعلا، انا بسال في الماضي البسيط بدد، واجو بتاعت الماضي البسيط. انما how long كنت ممكن امشيها مع مضارع تاني. بعد كده بيقول لي I letters انا خطابات all day طول اليوم. I wonder انا بتساءل when I will finish انا هخلص امتى. يعني انا بكتب خطابات طول اليوم وبسال نفسي هخلص امتى. يعني بدات ولسه مستمر. يعني حدث بدأ ولسه مستمر، يعني مضارع تام مستمر فاعل have or has been verb ing يبقى I have been typing. اوعى تجيب دي والله عارفك فجله. خد بالك دي have been تصريف ثالث، دي باسيف، انت اللي بتكتب مش انت كتبت. لو كنت جبت دي كانت تبقى انت كتبت. يعني ايه؟ مش لاقيها بصراحه. It's the first time انها لاول مره، الخبرات الاولى. It's the first time، this is the first time. فاعل ومضارع تام، او فاعل ومضارع تام ومعاه ever. يبقى I have seen مضارع تام اهوت مش مضارع تام مستمر. The skateboard. بعد كده بيقول splendid. Has Sama done all the washing up already؟ بالفعل تعجب اهو. يبقى ده سؤال اسمه ايه؟ سؤال تعجبي. بستخدم ايه مع السؤال التعجبي؟ حته already. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بص يا حبي خش على الرايت وحلاوته. بيقول لي ايه؟ the last time اخر مره I visited London انا زرت فيها لندن كانت في 2022. بقول لي استخدم له I haven't. بس استنى، سؤال الرايت بسيط قوي. بيجيب لي كلمه وعايزني استخدمها هنا بدون ما ابوظ المعنى. اخر مره انا زرت فيها لندن كان في 2022. طب ما انا ممكن اقول لك انا ما زرتش لندن من 2022. حصل. طب ما تيجي تبص كده اهو I خد بالك haven't visited London. انا ما زرتش لندن من امتى؟ منذ 2022. يبقى since. ايه اللي حصل؟ اديتك نفس الجمله حرفيا. ما انت بتقول استخدم له I haven't يعني مضارع تام. خلاص ماشي يلا بينا عينينا.
انا ما زرتش لندن من 2022. ما هي دي كان معناها اخر مره زرت لندن في 2022. طب ما هو نفس المعنى. فانا استخدمت المضارع التام بس اديتك نفس المعنى في الاخر. بعد كده بيقول لي اي لاست كوت فيش، اخر مره اصطدت سمك لما انا كنت في الغردقه. حلو. بيقول لي استخدم سنس. طب ما انا ممكن اقول انا ما اصطدتش سمك منذ انا كنت في الغردقه. ازاي انا يا مستر؟ دي مش فاهم، عشان مش فاهم قوي بصراحه. اهو يا حبي I haven't caught، انا ما اصطدتش سمك. انا مشيت على نفسه، ده الفاعل بتاعي وده الفعل بتاعي وده الفعل بتاعي وده الفعل بتاعي. انا بس غيرت خليتها مضارع تام، وهقول لك انا هعمل ايه دلوقتي. انا ما اصطدتش سمك since منذ I was، انا كنت، واكمل جملتي انا كنت في الغردقه. هو قال لي استخدم سنس، فانا فهمت على طول ان هو عايزني استخدم سنس كرابط. فكرابط يبقى اقول له انا خلاص انا ما اصطدتش سمك يا سيدي منذ انا كنت في الغردقه. عشان تحل سؤال الرايت من الاخر لازم تكون فاهم ولامم الجرامر كله ربطه ببعضه. فلذلك احنا في شغلنا الحمد لله، انا في شغلي كله من اول ما بدانا في اول السنه باني على الربط، مش اللي هو بعيد لك كل حاجه عن بعضها، انا بربط لك كل حاجه وبحاول افهمها لك فعلا تكون فاهمها، لان لما تفهمها تعرف تحل سؤال الرايت. سؤال الرايت محتاج طالب فاهم جرامر، رابط الجرامر كله ببعضه، عشان يبقى فاهم ساعه ما يشوف سنس يبقى لاقط على طول ده عايزني استخدم سنس كرابط. طب يلا بينا. عايزني هنا مضارع تام، طب يلا بينا. طب شوف، داليا went to the supermarket، داليا راحت السوبر ماركت ورجعت، هيقوم على طول شايف has been، خلاص. طب ما has been to معناها ذهب الى مكان وعاد منه، فهو ده اللي عايزني اعمله. ما هو لاقط بقى ولامم. يبقى هو هنا داليا اهيت، وبعدين اقول لك has been to، وبعدين اقول لك ده سوبر ماركت. هتقول لي فين عند مش هحطها ليه؟ لان has been to معناها ذهب الى مكان وعاد منه، فمش لازم اقول له رجعت، ما هو مفهومه. طيب I haven't met هانا، انا ما قابلتش هانا لمده سنتين. بقول لي استخدم سنس. طب اعمل ايه هنا يا مستر؟ بسيطه خالص يا حبيبي، كل اللي هتعمله هتطرح سنتين من اللي انت فيهم. فهتقول هنا I haven't met هانا، اهو انا ما قابلتش هانا، وبعدين اقول لك since، شوف الكلام بقى، منذ انا في 2000 كام؟ 2025، يبقى اهوت اطرح سنتين يبقى 2023 بس. وبعدين it's the most exciting film I have ever watched، ده اكتر فيلم يا اخي بص جامد انا شفته. يبقى انا ما شفتش فيلم جامد زي ده. هو لقيت على طول never مع المقارنه اللي المستر قايلها فوق مرتين ثلاثه، فاقول لك خلاص I have never seen، تكوينها ايه؟ فاعل have or has never تصريف ثالث، وبعدين such or an الصفه ثم الاسم، يبقى seen such an exciting film. يعني ما شفتش فيلم يا اخي جامد زي ده. بعد كده داليا started her task an hour ago، داليا بدأت في التاسك بتاعتها من ساعة. and she hasn't finished yet، ولسه ما خلصتش. بدأت من ساعة ولسه ما خلصتش. جايب لي داليا has been، هتقوم انت لاقط على طول ان عايز نستخدم مضارع تام مستمر لانها بدأت ولسه ما خلصتش. يبقى داليا has been doing the task. يعني بقول لك معنى الكلام ان داليا ما زالت بتعمل التاسك بتاعها ما خلصتش. طب والباقي لا، مش ملوش لازمه. ليه؟ لان مستخدم هنا مضارع تام مستمر، يعني حدث بدأ ولسه مستمر. طيب بعد كده the new project المشروع الجديد hasn't been completed yet، لم يتم اكماله حتى الان. بيقول لي workers have. هي الجمله هنا passive، عايزنا نخليها active، يبقى workers have been working، ما زالوا شغالين working on the new project، لسه ما زالوا بيعملوا على المشروع الجديد. يعني معنى الكلام انه لسه ما خلصش. انا غيرت الجمله بتاعتي من الباسيف الى الاكتف. هنا كان بادئ بالمشروع الجديد لم يتم اكماله، هنا انا بدات بالعمال. حلو.
طيب يبقى انا زي ما قلت لك، انت فاهم الجرامر ولمه، ساعه ما بتشوف بتفهم على طول هو عايز منك ايه. لو مش لاقط، لو مش لامم الجرامر مش هتعرف هو عايز ايه، مش هتلقطها لانها هي لها لقطه. لما تبقى لامم كده الدنيا بتلقطها، فلازم تكون فاهم اولا وتلقط. طيب ياسر started painting. ياسر بدأ الرسم الساعة 10، دلوقتي الساعة 4 ولسه مازال بيرسم. 4 يعني عايز من الآخر يقول إن ياسر بيرسم لمدة كذا ساعة. شوف احنا هتلقط نفس اللقطة دي. طيب فهستخدم مضارع تام مستمر، فهتبقى ياسر has been painting. ياسر بيرسم، وبعدين اقول لك 4 واحسب الساعات واقول لك خلاص hours. من الساعة 10 للساعة 4 بتحسبهم كام ساعة وتحطهم. وبعدين بيقول لي رودينا last saw. رودينا آخر مرة شافت her cousin 2 weeks ago. بيقول لي استخدم hasn't. هي آخر مرة شافت her cousin ابن عمها من أسبوعين. يبقى مستر رودينا ما شافتش ابن عمها لمدة أسبوعين. هو بيقول لي استخدم hasn't، يعني هتخليها مضارع تام يعني. يبقى اقول لك هنا رودينا hasn't seen، تصريف ثالث بقى من الفعل saw her cousin، وبعدين اقول لك هنا for 2 weeks. طب يا مستر مش هنحط اجو؟ لا يا حبيبي دي بتاعت ماضي بسيط، ما انا غيرت الجمله الى مضارع تام. طيب بعد كده بيقول لي استخدم since. ايمن and his family، ايمن وعيلته began living here، بدأوا يعيشوا هنا في 2010 ولسه عايشين هنا. بيقول لي استخدم since منذ، يعني حول لي الجمله اللي انت شايفها اللي هي ماضي بسيط دي الى مضارع تام. يبقى ايمن and his family. هشوف بقى تكوين المضارع التام. ايمن وعيلته مالهم؟ have been living here، هم عايشين هنا منذ 2010 since 2010. استخدمت مضارع تام مستمر. طيب حلو. بعد كده بيقول لي ايمن وعيلته بدأوا، ما هي دي نفس الجمله بس لا ده بيقول لي فور لمده كام سنه. هعمل نفس الجمله بالظبط، بس الفرق كله ان هقوم جاي انا هنا بقول من 2010 عشان استخدم فور هقول لمده كام سنه، وعشان اجيبها هطرح. احنا في 2025 2010 يبقى انت بتتكلم كده في 15 سنه، يبقى اقول لك فور 15 years. بس نفس الجمله اللي فوق، بس في الاخر هقول لك فور لمده، وبعدين اقول لك 15 years. هم عايشين هنا لمده 15 سنه بس. طيب this is the first time، دي اول مره ياسمين has ever traveled on her own. ياسمين سافر لوحدها، دي اول مره. يبقى ياسمين ما سافرتش لوحدها قبل كده. يبقى ياسمين has never traveled on her own بمفردها before من قبل. ما هو بيقول لي دي اول مره ياسمين تسافر لوحدها يا عيني، يبقى ياسمين has never traveled يا عيني لوحدها قبل كده. طيب اميره started، اميره بدات مذاكره الساعه 7 وما بطلتش. قول مورنينج، ما هي بدات الساعه 7 وما بطلتش، يبقى بتذاكر طول الصباح. يبقى اقول لك هنا اميره، بس خد بالك كلمه all دي بتاعت مضارع تام مستمر. has been studying يعني بتذاكر all morning يعني طول الايه؟ الصباح. بيقول لي استخدم just. هنا بيقول لي we finished lunch a moment ago، احنا خلصنا غدا لسه حالا يعني. بيقول لي استخدم just دي مع مضارع تام، انما دي جمله ماضي بسيط. فاقول لك we have just finished lunch. شوف معايا الافكار دي. انت بص مع اللي احنا بنفرمه، مع اللي احنا بنلمه، مع اللي احنا بنظبطه، مع اللي احنا بنربطه، مع الحل في الرايت الكتير ده بص كله هيلقط معاك. هتاخد عندك خبره في الرايت، اي حاجه تجيلك ان شاء الله تودي باذن الله يعني. Eugene is still working on the research she began last year. هي ما زالت بتعمل على البحث اللي بدأت فيه السنة اللي فاتت.
يبقى هي لسه ما خلصتش حتى الآن. يبقى لوجين hasn't finished the research yet. طيب رضوان is still trying to fix the car. رضوان مازال بيحاول يصلح العربية. هو بدأ من ساعتين. يقول استخدم اتس. بس استنى، ما المستر قال لي بتبقى اتس وبعدين مدة مستمرة اللي هي عندي الساعتين اتس 2 hours، وبعدين قال لي بيكون عندي since منذ رضوان tried to fix the car. جبت بعد سنس عندي ماضي بسيط بس. تم الحمد لله يونت 1 من عصير الكتب. يلا بينا يونت 2، وهنا بقى عايزك تركز. اتك عليها ازاي؟ عايزك تركز اقسم بالله بقى. هنا الدماغ فركز خلاص. اول حاجه عندي بيقول لي سهى، ركز يا حبي. وبعدين بيقول لي مريم، سهى ومريم وحوارات بقى تحصل. where she was going. طيب عندي هنا wondered. اولا wondered انا عارف ان هو فعل قول في الاستفهاميه ما يجيش بعده مخاطب. طير. inquired فعل قول في الاستفهاميه ما يجيش بعده مخاطب، ومريم مخاطب. ما هي المفروض هنا سهى سالت مريم هي كانت فين، فسالت يبقى asked، ما نصحتش. طيب بعد كده بيقول لي she them to wait in the departure till their flight number was called. طب هي اقترحت. اولا عندي suggested ما تجيش كده، السيستم بتاعها مش كده خالص. طير. she asked them هي طلبت منهم ان هم يستنوا لحد ما الرحله الجويه او رقم الرحله الجويه يتنادى. يبقى عندي asked، ما حذرتش، وده ما يجيش بعدها مخاطب. the teacher المدرس told us اخبرنا of the lights نقفل النور. يبقى معلش عندي هو اخبرنا ان احنا نقفل النور، هي جمله امريه، يبقى هنا تو المصدر. يبقى باش عندي to turn فين؟ ابص عندي turn turning to turn. يبقى هو اخبرنا ان احنا نقفل النور، جمله امريه وامر مثبت. it's important استناني وانت عارف كويس قوي 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 انا حلل معاك كام جمله في الهوم ورك بتاع يونت 2، وانت عارف كويس قوي، وانت عارف احنا حالين جمل عامله ازاي في غير المباشر. انا عارف وانت عارف، انت معاه المنصه عارف احنا حالين جمل عامله ازاي في غير المباشر، تنفيض. فدي مش جديده عليك، لان انا عندي it's important it's essential بيجي بعدها ذات وفعل ومصدر. it's important it's vital it's essential ذات وفاعل ومصدر. يعني انا عايز عندي هنا مصدر. انا بقول لك من المهم ان انت تتاخر، ان انت ما تتاخرش، مش ان انت تتاخر. يبقى من المهم ان انت ما تتاخرش. طب المستر بيقول لي بيجي بعدها مصدر، وانا عايز اقول له ان انت ما تتاخرش، عايز انفيها. الحاجه لو بيجي بعدها مصدر وعايز تنفي بتحط نوت. لو بيجي بعدها طول مصدر وعايز تنفي بتبقى نوت طول مصدر. لو بيجي بعدها فيرب ان جي وعايز تنفي بتحط نوت وبعدين فيرب ان جي. يعني كل القصه انا بزود نوت بس. يبقى انا عايز هنا نوت ومصدر. فين؟ نوت دي. جمله محترمه. اوعى تختار دي، لا انا قلت مصدر. هنفي يبقى اجيب نوت ومش دونت. ليه اجيب دونت؟ نوت ومصدر. طيب the policeman رجل الشرطه ordered the people امر الناس so fast. رجل الشرطه امر الناس ما يسوقوش بسرعه. يبقى جمله امريه منفيه، يبقى نوت والمصدر، يبقى نوت درايف. امر يا عم. طيب بعد كده بيقول لي هاني me if his children were older. هاني ان لو اطفاله كانوا اكبر هو كان هيهاجر. الله عليك يا هاني. طب هاني سالني؟ لا ما تجيش مع المعنى اللي انا قلته. طب هاني سيد مي ازاي؟ سيد ما يجيش بعدها مخاطب. حذرني ازاي؟ يبقى هاني اخبرني told me. لو ولاده كان اكبر شويه كان هيهاجر الصراحه. عماد asked me to the party. معلش عماد طلب مني ان انا اروح الحفله. طب ما هي ممكن تمشي استفهاميه if I could come. عماد سالني لو اعرف اجي الحفله. عماد سالني لو اعرف اجي الحفله. عماد طلب مني ان انا اجي الحفله. الثلاثه ينفعوا. يبقى all are possible. كلهم ممكنين. حلو. طيب would you like to come to my party? he invited her. هو قال لها هل تودي ان انت تيجي الحفله بتاعتي؟ يبقى هو دعاها to come to his party. if she would come to his party
she would like to come to my party. my ايه اللي دخلني في القصه؟ she would like to come to his party. معلش يعني انت هتجيبها هنا بدون اف ازاي يعني؟ طير. يبقى he invited her if she would come to his party ولا to come to his party؟ يبقى he invited her if she would come to his party. طب انت هنا طيرت عندي like. ولا he invited her هو دعاها to come to his party ان هي تيجي الحفله بتاعته. انت هنا اصلا طيرت لي like to come، طيرت لي like to. بعد كده بيقول لي that احمد apply for another job، ان احمد يتقدم بطلب التحاق لوظيفه اخرى. ماشي. بصيت عندي it's important بيجي بعدها that وفاعل ومصدر، صح. طيب عندي I suggest بيجي بعدها that وفاعل ومصدر، صح. I recommend بيجي بعدها that وفاعل ومصدر، صح. يبقى كلهم صح. بعد كده بيقول لي the doctor suggested، الطبيب هنا اقترح very spicy foods، طعام سبايسي جدا، حراق جدا، as they are harmful لانه ضار. بس استنى، هي suggested احنا واخدين ان بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها verb ing، بس الجمله هنا المعنى عايز نفي. يعني بقول الطبيب اقترح ان احنا ما ناكلش طعام حراق جدا، يبقى طالما هنفي انا بحط نوت قبل verb ing، يبقى not eating. مش احنا فوق مع اللي كان بيجي معاها المصدر عشان انفي حطيت قبلها نوت بقت نوت والمصدر، هنا نوت وفيرب ing. طيب we urge that، بس we urge that نفس القصه بالظبط، بيجي بعدها الفاعل ثم المصدر. حلو. we urge that the plans ان الخطط made before thinking carefully، الخطط تتعمل قبل التفكير بحرص. يبقى الخطط ما تتعملش قبل التفكير بحرص. طيب عندي نوت، عندي نوت بي، عندي نوت تو بي، عندي وونت بي. هبص عندي مستر قال لي بيجي بعدها مصدر، فانا هطير اي حاجه فيها تو، وونت هطيرها. عندي نوت وعندي، يبقى نوت بي. يبقى احنا بنحث ان الخطط نوت بي ميد، لا يتم عملها قبل التفكير بحرص. نوت بي ميد كمان هي هنا باسيف، خد بالك يعني. طيب ما هي الحاجات اللي بيجي بعدها مصدر في الباسيف بتبقى بي وتصريف ثالث. هتنفي الباسيف يبقى نوت بي وتصريف ثالث. ما هي نوت بي تصريف ثالث، ميد هي تصريف ثالث. طيب روق كده الدماغ لان شويه الحل عايزين ترويق. I may join the robotics team next term. احمد said. تعال نغير لغير مباشر، يبقى احمد said ان هي may بتبقى might يا حبيب قلب اخوك فطير، ما تبقاش كان ابدا بتبقى might. احمد said he might، هو يا حبيبي مش انا، مش انا، يبقى هو، يبقى بي. طيب you should restart the computer. She advised. She advised يبقى she the computer. She advised me to restart. advised me restart، لا هي advised me المفروض تو المصدر يا حبي. told me should restart ازاي يعني؟ مش فاهمك خالص يعني. طيب said I should restart، والله بجد هي نصحتني. she advised me to restart the computer، لان هي بقول you should دي بتاعت نصيحه، انت ينبغي، يبقى هي نصحتني. طب وهي نصحتني يبقى طول المصدر او نوت طول المصدر بقى لو هي منفيه. we might delay the project، احنا ربما ان احنا ناخر ناجل المشروع. the team leader admitted، التيم ليدر اقر بكده. the team leader admitted ان they، ما هم كانوا بيتكلموا بيقولوا we، يبقى هم بقى، يبقى they مش might. they may ولا they will، هي هنا بيقول لي we might بتفضل زي ما هي، يبقى they might، لان might ما يتغيرش. لو may تبقى might، انما might تفضل زي ما هي، could تفضل زي ما هي. let's meet at 3 p.m. هي اقترحت، اصل let's دي اقتراح، يبقى she suggested we meet. she suggested to meet، لا ما يجيش بعدها to ابدا. ومش said، هي اقترحت فعلا، ولا told، هي اقترحت ان احنا نتقابل الساعه 3 صح. she suggested فاعل ومصدر، مظبوط كده. I have never used this device before، انا ما استخدمتش الجهاز ده قبل كده، فهو قال ان هو ما استخدمش الجهاز قبل كده، يبقى هو مش انا. خلاص هبص عندي I have never used مضارع تام يبقى ماضي تام، يبقى had never used اول واحده، مش has خالص دي مضارع طير. وهنا هتقول لي he never used this، ده هتبقى ماضي بسيط، هتحول مضارع التام لماضي بسيط يا فجله طير دي. بعد كده I had lived in 4 countries by the age of 10. سلوى said that she، هي had lived ماضي تام، هتفضل had lived زي ما هي ماضي تام، ما انت هتودي الماضي التام فين؟ هو هيفضل زي ما هو. بعد كده بيقول لي نجوى told me، نجوى اخبرتني that she 45 minutes to work every day has commuted
فعل القول ماضي بختار ماضي. commuted would commute had commuted. بص يا حبي، اولا هنا عندي every day، يعني اصل الجمله دي كان مضارع بسيط، لان every day اصلا بستخدمها مع عاده. يعني نجوى كانت بتحكي بتقول ان هي بتسافر كوميوت، الفعل كوميوت اللي في الاختيارات ده معناه يسافر بشكل يومي، ان هي بتسافر بشكل يومي 45 دقيقه للشغل. فالجمله كان اصلها مضارع بسيط بتحكي عاده بتحصل معاها. فالمضارع البسيط في المباشر اما يحول الى غير مباشر يبقى ماضي بسيط، يعني فاعل وتصريف تاني commuted. بعد كده we were hoping to have our wedding in June. She told me that they to have their wedding in June. طيب we were hoping ماضي مستمر. هو مستر معلش المباشر ماضي مستمر، هغير لغير مباشر يبقى ايه؟ الماضي المستمر يغير الى ماضي تام مستمر. يلا هاتها طولها في عرضها بقى. يحول الى ماضي تام مستمر، يعني فاعل had been verb ing. هيت ايه رايك؟ حلوه؟ ماشي. لسه لسه فيك الباور وشغال. يلا بينا. when I got there I didn't see احمد. they said he. لما انا رحت هناك ما شفتش احمد. هم قالوا ان هو is it just leaving. يا راجل just بتيجي مع مضارع مستمر، ده انت فجل. هي كان اصلها هو just موجوده كده ما تجيش مع مضارع بسيط. هي كان اصلها has just left، كانت مضارع تام ثم تم تحويلها الى ماضي تام، يبقى had just left لان كان اصلها مضارع تام في المباشر، تم تحويلها الى ماضي تام في غير مباشر، والجمله جايه لي غير مباشر جاهزه. طيب ادم said that they 4 elephants on their first day. ادم قال ان هما 4 فيلة في اول يوم. have seen was seeing. لا ما تجيش مستمر يا حبي. طب هات سين ولا هاف سين؟ ابص عندي فعل القول ماضي اختار ماضي يبقى هات سين بس. يلا ان شاء الله ما حد حاوش. مها said she loved restaurant. معلش ما ينفعش this، خلاص هي that، لان هي كانت في الاصل مها بتقول ان هي بتحب this restaurant في المباشر، واما حول بقى الغير مباشر this تحول الى that. ما ينفعش there، اصل هي لما كانت بتبقى here بتبقى there، هنا تبقى هناك. انا هنا بقول هذا المطعم this، فتحولت الى ذات في غير المباشر. نسيت الكلمات اللي بتتحول، نسيت. طيب دنيا said that she had told علي to email 3 days. هي كانت المفروض 3 days ago في المباشر، بس اللي اعرفه ان احول لغير مباشر في ago بتبقى before او earlier بس. اوعى تضايق نفسك ولا تتعب نفسك ولا تحور على نفسك. ماريا said it's my car. ماشي غير لغير مباشر، يبقى ماريا said ان it was her car مش ماي. ايه اللي جابني في الكلام؟ her car يا حبيبي، it was يا حبيبي برضو. ماريا said it was her car. كده سليمة كنا نروح دلوقتي في Martin said I work here every day. Martin said that she هو he that he worked there مش here بقى تبقى there، here تتحول الى there. said that he worked there every day يبقى خدت عندي بيه. My daughter said to me I can sleep alone. My daughter said to me that that she كان تحول الى كود يا حبيبي، مش وود يا حبيبي الى كود، يبقى خدت عندي دي. ما هي كان في المباشر تحول الى كود في غير مباشر. طيب جهاد asked how long take to travel from Germany to South Africa. طيب هبص عندي how long أداة الاستفهام كرابط بيجي بعدها فاعل ثم فعل، مش فعل ثم فاعل، مش فعل ثم فاعل، مش فعل ثم فاعل، يبقى it would. بعد كده they said let us come in. let us come in يعني دعنا ندخل. they told that let them be allowed. ايه ده؟ they requested هم طلبوا that they might be allowed لو يتسمح لهم يخشوا. صح، طلب المهذب. ما هي دي let us come in تسمح لنا بالدخول. طيب بعد كده بيقول لي his father says honesty is the best policy. بس فعل القول مضارع مش هغير زمن الجملة من الآخر، يبقى his father says that honesty is the best policy. آخر واحدة. ليه غيرت فعل القول يا حبي هنا وانت فكرني مش واخد بالي؟ منار said that I late and everybody was there already. هي معلش هنا ماضي فلازم هنا ماضي،
فما ينفعش مضارع. فمنار said that I، وعندي قاعده بتقول لي طالما عندي and فالفعل بعد and هو الفعل قبل and، فهتبقى was برضه. طيب بعد كده بيقول لي that judge القاضي commanded them to call the accused to the court، ينادوا المتهم للمحكمه. that judge said، هو قال؟ لا هو ما قالش، هو امر، هو جايب لي غير مباشر وعايزني اجيب انا المباشر بتاعه. طيب خلاص يا مستر ما هتبقى كوماند، لا هنا فعل القول ماضي، هنا مضارع ما تنفعش. طب خلاص ده الجادج القاضي ordered امر call the accused to the court، تمشي. مش بجد، هو مش هيتوسل ليهم القاضي، نعم يعني. طيب ياسمين said that she had been planning for that for a while، جايب لي غير مباشر وعايزني اجيب المباشر بتاعه. ياسمين said هي فعل عندي she had been planning ماضي تام مستمر، يعني كان اصلها مضارع تام مستمر. فاعل have or has been verb ing بس يبقى سي. ياسمين said I have been planning مضارع تام مستمر تم تحويله الى ماضي تام مستمر عشان فعل القول عنده ماضي. حلوه؟ عارف انت بتحب الحاجات دي. رشا said to دانا ماشي why are you sketching on the wall، يبقى رشا هي دينا، ما انا قلت دانا دي ايه. رشا اسكت دينا، هي ما يبقاش ذات، ما تجيش في الاستفهاميه يا حبي. واي ماشي اداه استفهام قرابط. واي شي حلو، ما هو فاعل ثم فعل مش فعل ثم فاعل. واي شي ووز سكتشنج، هبص عندي ده مضارع مستمر هيبقى ماضي مستمر، ووز او وير فيرب ان جي، يبقى ابص عندي مش ماضي تام مستمر، يبقى خدت عندي ايه اول واحده. طيب بعد كده بيقول لي she said why didn't you send a friend request to me. she asked why had I not sent a friend request to her. هبص عندي معلش يا مستر الجمله دي كده عايز نحولها من المباشر لغير مباشر. بستخدم اداه الاستفهام كرابط، استخدمتها. طيب هي سالتني يبقى واي اي مش هاد اي، ما هو معلش اداه استفهام كرابط بعدها فاعل ثم فاعل. بصيت عندي زمن الجمله كان ماضي بسيط يحول الى ماضي تام، يبقى مش I didn't I hadn't يعني. I hadn't send ولا sent لان hadn't بيجي بعدها تصريف ثالث مش مصدر، يبقى خدت بيه. طيب the instructor asked Ronnie if he was ready for the race. ماشي يعني هو جايب لي هنا غير مباشر عايز نخليها مباشر. Ronnie are you ready for the race؟ Ronnie are you ready for the race؟ Ronnie are you ready for the، هو في ايه يا عم؟ Ronnie you are ready، لا ما ينفعش. طيب فهبص عندي the instructor says، هو عندي هنا معلش فعل القول ماضي اللي جايب لي هنا مضارع. طب said the instructor ولا the instructor asked؟ فبص عندي روني are you ready for the race the instructor asked ولا روني are you ready for the race said the instructor؟ said the instructor، بعدين ابقى احولها الى asked. طيب بعد كده which of the following، ايه من اللي جاي isn't، هو مش صح في التكوين كجمله ريبورت سبيتش. للجمله الجايه دي احمد سبته هاله why haven't you prepared lunch، يبقى هتيجي تتحول هتبقى احمد اسكت هاله. ماشي كلهم. واي اداه استفهام قرابط بعدها فاعل ثم فعل فاعل ثم فعل فاعل ثم فعل، هنا فعل ثم فاعل غلط، يبقى هي دي. ليه؟ لان المفروض عندي فاعل ثم فعل. حلو يا عمنا حلو يا عمنا. may I eat in this room، ما ممكن اكل في الغرفه دي. may ask me if she may، يا راجل هسيبها may زي ما هي. may ask me if she ate، يا راجل انا عندي may بتبقى might. may ask me whether she ate in that room ولا may ask me if she might eat in that room، هي دي. وبعدين can you give me a hand with the boxes، ممكن تساعدني في الصناديق دي. Peter asked me if I could، Peter asked me whether I could، Peter said me ازاي يعني. told me لا هي asked فعلا. تعال نبص بقى عندي. Peter asked me whether I could if I could give me ولا give him، ان انا اساعده هو يبقى give him، يبقى بص عندي بي. بعد كده to told Jana that she looked for a mechanic yesterday. ماشي فعل القول ماضي هختار ماضي. ماضي مش has to، ماضي مش must، هي had to. هي كان يجب ان هي تبحث عن ميكانيكي امبارح، كان مفروض عليها يا عيني. طيب هنا بيقول لي can you tell me what time now. ماشي can you tell me، خد بالك ده سؤال، ما ينفعش هنا اجي اعمل سؤال تاني جواه. يعني ما ينفعش اقول what time وبعدين ابدا هنا بعده بفعل مساعد او فعل ناقص وبعدين ضمير او فاعل، لا. طب بتمشي ازاي هنا؟ بتبقى جمله طالما ده سؤال اهو can you tell me بادئ لي هنا بفعل ناقص وبعدين فاعل وبعدين فعل في المصدر.
فده سؤال، ما ينفعش هنا اجي اعمل سؤال تاني. طب هتمشي ازاي؟ هتبقى عندي وات تايم يجي بعدها الفاعل ثم الفعل، فهنا بدي اقلب فعل غلط، هنا فعل غلط، هنا فعل غلط، يبقى ات از فاعل ثم فعل. يعني ما ينفعش هنا سؤال وبره سؤال، يبقى ازاي سؤالين؟ لان عندي لما يكون عندي اداه استفهام وبعدين هنا فاعل ثم فعل، دي كده جمله. انما لما يكون اداه استفهام اهيت وبعدين فعل مساعد او فعل ناقص وبعدين فاعل، ده كده سؤال على طول. يعني I know I can do it he said. he assured that he could do. can do لا، هي can تحول الى could معروفه، مش would حتى، يبقى could do. حولت من مباشر الى غير مباشر. I asked احمد broke the window. استفهاميه ما بستخدمش that. طب لو انا سالت احمد، لو if بيجي بعدها فاعل ثم فعل ما ينفعش، واي بيجي بعدها فاعل ثم فعل ما ينفعش، يبقى هو بروك. انا سالت احمد من كسر الشباك، ما فيش فاعل اصلا. he advised us ونصحنا to hurry ان احنا نسرع. you hurry boys he said. جايبها لي غير مباشر وعايزني ارجعه مباشر. يبقى you had better ولا will better ولا better ولا هي اسمها had better يا حبي. من الافضل، من الافضل انتوا تسرقوا يا شباب. she admitted هي اقرت having stolen the purse. I the purse she said. الصيت عندي هتبقى ستيل، يعني بتقول هتبقى اصل الجمله مضارع بسيط ازاي؟ اصل مضارع بسيط استخدامه في حقائق وعادات، انما هي اكيد قالت I have stolen انا سرقت محفظه، فتحولت عندي ان هو استخدم هنا admit جاي بعدها فيرب ان جي. تمام. هو هنا عايزني العب انا على التكوين، هم ماسكينها فهي بتقر خلاص ان هي I have stolen، هي سرقت المحفظه خلاص، كيس النقود البيرس. بعد كده بيقول لي he I was late and if I had missed the bus. he asked whether ولا he wondered why ولا he said that ولا he told me. هو سأل لو انا متأخر ولو انا فوتت الاتوبيس. يبقى هو سأل لو asked whether، وسأل لو انا متأخر ولو انا فوتت الاتوبيس، مش سأل ليه ولا قال، اصل دي استفهامية، ولا اخبرني. The policeman رجل الشرطة the people الناس not to drive so fast. رجل الشرطة جعل الناس لا. wondered تساءل، هو instructed أمر الناس ما يسوقوش بسرعة. يبقى برضه هنا أنا عرفت إن ساعات بيلعب لي على معنى فعل القول. فلا النهارده أنت الدماغ اتورنشت خلاص على الآخر. يعني ده علي to the club with us. أنا اقترحت إن علي suggest بيجي بعدها ذات وفعل ومصدر يبقى go. I asked the tourist he comes from. أنا سألت السائح هو أنت جاي منين؟ يبقى where he comes from. أنت جاي منين من أين؟ from where. The farmers الفلاحين said قالوا that they إن هما modern methods then. عندي then كان أصلها now، يعني كانت مضارع مستمر بقت ماضي مستمر. ماضي مستمر فعل was aware verb ing. الفعل عندي they فهتبقى they were using. أحمد tells me هنا فعل القول مضارع بختار مضارع، هتار عندي had، هتار عندي wanted، يبقى want ولا want see بتاخد اس يبقى want us بس. said that his favorite subject history يبقى was، هي كان اصلها is في المباشر اتحولت الى was في غير مباشر. طيب يعني بيتكلم في حقيقه في المباشر، انا مادتي المفضله هي الهيستوري التاريخ. she asked me whether بعد whether فاعل ثم فاعل، مش فعل ثم فاعل. طيب before طالما اجيب لي before يبقى ماضي تام، يبقى I had been هي دي الماضي التام. مستر قال لي تلاقي before اديله ماضي تام وانا مصدقته. مروان سري said that he feed the birds. بصيت فعل يكون ماضي بختار ماضي مش have to، يبقى ابص عندي مش has to خلاص يبقى should. مروان said that he should feed the birds. هنا بيقول لي احمد was وبعدين بيقول لي to drive me into the city center. was said لا، was asked هي was told تم اخباره ان هو يوصلني للسيتي سنتر. ماشي. سام's mother asked him where. بصيت عندها مستر ثواني، where اداه استفهام قرابط بيجي بعدها فاعل ثم فاعل، مش فعل ثم فاعل، مش فعل ثم فاعل. طيب بصيت عندي فعل القول ماضي اختار ماضي يبقى هي had been. فوق كده فوق كده انا شايفك فوق. طيب the shop assured me باك اقسم بالله انا بصور لك بعد طلوعي من المستشفى، فانا واقف
وبص بتنطط لك عشانك، فما تجيليش بقى انت قاعد كده وتعمل لي كده، ففوق معايا. The shop assured me that the freezer the next day. ماشي. would deliver will deliver. هو الفريزر مش هيوصل، ده هيتم توصيله. فمبدئيا ما ينفعش would deliver ولا will deliver لان هما الاثنين active وانا عايز passive. طب would be delivering هو هيوصل برضه؟ لا، هو هيتم توصيله would be delivered. هي كان اصلها will be delivered، اتحولت الى would be delivered لانها غير مباشر. هو الفريزر يا جماعه هيوصل ولا هيتوصل؟ هيتوصل، يبقى will be تصريف ثالث. ها، دي ثانويه عامه 2024. طيب long man جابر he was ready for the interview. جابر told مين؟ said قال. بعد كده the interviewer said that they would inform me of the result of the interview. المحاور قال ان هو هيعرفني بنتيجة الانترفيو. حلو. next week, last week, the following week, the week before. هبص انا عندي would والمصدر، يعني هي كان اصلها مستقبل، يبقى the following week كان اصلها the next week، بس لما اتحولت لغير مباشر ما ينفعش the week before لان كانت تبقى هنا ماضي تام، انما هنا would والمصدر. علي told me that his lesson at the moment. at that moment يعني كان اصلها at the moment، كان اصلها مضارع مستمر تحول الى ماضي مستمر. ماضي مستمر with aware verb ing يبقى was revising. حلو. the general manager المدير العام declared يعني هو صرح that the company أن الشركة efficient and punctual workers the next month. المدير العام صرح إن الشركة كفء العمال الكفء والمنضبطين الشهر الجاي. طب وبعدين؟ فعل القول ماضي هختاره ماضي. had promoted was going to promote is going to promote طير لدي طير لدي. طيب هختار ماضي تام ولا هي كان اصلها is going to promote هيرقي وبقت was. استنى، ما بقول لي ده next month، يعني معنى الكلام هختار عندي was going to promote، كان اصلها is going to بتاعت المستقبل فغيرتها الى was going to، انما ما ينفعش ماضي تام. it's important that we. حلو. معلش يا مستر قلت لي it's important بيجي بعدها ذات وفاعل وفعل في المصدر، يبقى follow بس او should follow، ما هي بتبقى فاعل ومصدر او فاعل should والمصدر، عندي should والمصدر. حلو. The doctors الأطباء recommended that وصوا إن she a holiday. معلش recommend بيجي بعدها ذات وفاعل وفعل في المصدر، يبقى take. ماشي. The psychologist recommended that the criminal in prison. recommend بيجي بعدها ايه؟ that وفاعل ومصدر، بس دي مش فاعل، ده مفعول. طالما مفعول يبقى بيه وتصريف ثالث زي الجملة اللي حليناها من شوية، يبقى بيه بط. حلينا زيها جمله من شويه فوق بس مش مباشره نفس الفكره كده. طالما مفعول بعد ريكومند بعد سجست بعد الكلام ده كله يبقى مفعول بيه وتصريف ثالث، انما لو معلوم مصدر. طب نفي نوت ومصدر. طيب I'm studying English now. she said هغيرها الغير مباشر هتبقى she said طاير علامات التنصيص طاير الكوما، استخدم ده كرابط that. غير الزمن وما تنساش الضمير يتغير هو كمان. she said that she. الزمن عنده مضارع مستمر هيتغير الى ماضي مستمر، يبقى she was studying. بعدين اكمل عندي عادي انجلش اهيت، وناو عندي تحول الى then. شكرا. بعد كده I will call you tomorrow هكلمك بكره، يبقى he promised هو وعد. عندي لها طريقتين، ممكن اقول he promised me to مصدر، وممكن اقول لك هنا he promised هو وعد that ان هو will تحول الى would call me tomorrow، ان هو هيكلمني بكره. would call me tomorrow تحول الى the following day. بس بسيطه باذنك يا رب. my mother told don't be late يبقى my mother told me. امي اخبرتني لان بيقول لي said to me يبقى هتبقى told me. my mother told me اخبرتني. told me يبقى not to be late. بس we can finish this project today they said. يبقى they said هم قالوا that they وتحول الى they ان هم that they
كان تحول الى could finish. this تحول الى that يبقى that project. today تحول الى that day يبقى that day. خلصنا. طيب I have never seen such a beautiful view. سيد أميرة. يبقى هقول لك هنا أميرة said. أميرة قالت that أن that she بصيت عندي. الجملة عندي في المضارع التام have وتصريف ثالث تحول إلى ماضي تام يبقى that she had never seen such a beautiful view. حلو يا عمنا حلو. تعالى اللي بعده. هنا بيقول لي we have been waiting here for over an hour. Complain that. said the group. يبقى هنا المجموعة the group اشتكوا. complained اشتكوا. that أن they هم فعل القول الماضي. هحول زمن الجملة إلى درجة أبعد. we have been waiting مضارع تام مستمر هتحول إلى ماضي تام مستمر يبقى they had been waiting. خلاص. here تحول إلى there for an hour أو over an hour. I have not received any emails today. said وليد. يبقى وليد stated. وليد أقر وقال that أن هو he زمن الجملة عنده I haven't received مضارع تام هتبقى ماضي تام يبقى he hadn't received any emails today تبقى that day. عند التحويل من مباشر إلى غير مباشر. طيب I had never traveled abroad before 2023. سيد آدم. يبقى آدم reported اهوت that قال ان he هو زمن عندي ماضي تام هتفضل زي ما هي يبقى he had never traveled abroad before 2023. بس. We have seen this movie several times. احنا شفنا الفيلم ده العديد من المرات. complained that سيد ملك قالت كده يبقى ملك اشتكت يبقى ملك complained اشتكت that in هم they ما بتقول احنا يبقى هم زمن الجملة عندي have seen مضارع تام هيبقى ماضي تام يبقى they had seen this هتبقى that movie واكمل بقى عادي several times. told me I will send you the details as soon as I can. said نديم يبقى نديم told me. نديم told me. هو أخبرني that أن he would هو سوف send أنا غيرت عندي will إلى would يعني بغير من مباشر لغير مباشر. send the details as soon as he could. هتتحول إلى طبعا he يبقى he could كان إلى could. don't give up easily لا تستسلم بسهولة. the coach told the players المدرب أخبر اللعيبة يبقى هنا the coach المدرب encouraged هو شجع the players اللعيبة خلاص not to give up easily طبعا هنا غير مباشر مع الأمرية مع الأمر المنفي not to give up easily. حلو don't make so much noise said the librarian. asked هنا بيقول لي the librarian عمل ايه؟
قال لي asked هو طلب، don't ده امر منفي هتبقى not to، يبقى not to make واكمل so much noise. بس غير مباشر في الجمله الامريه الامر المنفي. طيب never park here again the guard said، يبقى the guard ordered، الجارد امر. خلاص هيت ordered not to park there again. هنا بيقول لي take your medicine، خد الدواء بتاعك بانتظام. دكتور احمد said to his patient، يبقى دكتور احمد urged that أن the patient المريض take ياخد his medicine ياخد الدواء بتاعه بانتظام. ايه اللي حصل هنا؟ عارف الفعل urge بستخدمه في غير المباشر بيجي لي بعد ذات وفاعل وفعل في المصدر. طيب I will send you the updated version tomorrow. She promised هي وعدت that ممكن امشيها في حاجتين طريقتين، to مصدر وان انا اعملها كامله، يبقى that in she would send واكمل اكمل اكمل واجي على tomorrow اخليها the following day. بس طيب the police officer said to the driver please show me your license. يبقى هنا the police officer ضابط الشرطة عمل ايه؟ هو ordered امر the driver السائق to show him ان هو يوري له his license الرخصة بتاعته. The supervisor said to the engineer update the software to the latest version. يبقى ابص عندي ده supervisor عمل ايه؟ asked the engineer to update جملة أمرية مثبتة يبقى to مصدر to update the software وكمل. هنا بيقول لي the librarian said to the students you must return all books by Friday. يبقى هنا the librarian همشيها طبعا جملة أمرية ordered the students طلاب يبقى to المصدر بقى return all books by Friday. بس the IT specialist warned not to click on that link. هكتب دي الأول وبعدين ده أمر منفي هتبقى not to click on that link. بس أيوة يا عمنا يونت 3 يا حبي اجهز بقى ده الدلع بقى. يلا يا حبي يونت 3 بيقول لي ايه؟ أول جملة عندي بيقول لي ندى isn't eating with her family. ندى ما بتاكلش مع عيلتها. يبقى هي can't be hungry يعني استحالة تكون جائعة. هو ايه؟ ايوه يبقى can't be. طب احتمال لا ما بتاكلش يبقى مش جعانة مش محتاجة فزلكة. طب أكيد لا والله ما حصل. طب استحالة كانت لا ده هنا في المضارع يا حبيبي ما ينفعش تجيب لي ماضي. I'm not sure أنا مش متأكد بس خلاص. يبقى أنا هستبعد must وهستبعد can't. ليه؟ لأن دي احتمالية يا حبي. أنا مش متأكد when لميا will come. أنا مش متأكد هي هتيجي إمتى. she at any time هي ممكن توصل في أي وقت. احتمال توصل في أي وقت. طب أنا هنا في الحاضر ولا في الماضي؟ لا أنا في الحاضر مفيش أي حاجة هنا في الماضي. يعني أنا هستبعد have وتصريف تالت لأنها بتاعت ماضي. وآخد عندي could arrive لأن الاحتمالية عندي may و might و could. طيب ملك the milk she was out all day. ملك اللبن ده كانت بره طول اليوم فاستحالة شربت اللبن بس. فبص عندي استحالة
طب هي استحاله بتشرب دلوقتي ولا استحاله شربت؟ استحاله شربت، يعني في الماضي، يعني كانت هاف وتصريف ثالث. ليه؟ استحاله شربت اللبن ده طول اليوم بره. فانا بقول ايه؟ انا بقول استحاله شربت، فماضي هاف وتصريف ثالث مع الاستنتاج. طيب I'm taking the umbrella، اخد معاه الشمسيه. ايه والله احتمال تشتي، والله احتمال تمطر، تمام؟ ف it may rain، هاخد معاه شمسيه. يا عم احتمال تمطر يا عم، يا عم لا يا عم ماليش دعوه. خلاص. بص يا حبي، I the exam but I wasted my time. انا الاختبار بس انا ضيعت وقتي. يبقى انا بقول هنا انا كنت اقدر اجتاز الاختبار بس انا ضيعت وقتي. كنت اقدر اعمل حاجه وما عملتهاش، كنت هاف تصريف تالت، كنت هاف باست، عارفينها وحافظينها وقايلينها وفارمينها. I walked to school، انا مشيت للمدرسه this morning الصبح. but I a bus، بس انا ايه؟ اتوبيس. حاضر. didn't need to take ولا could have taken ولا might take ولا had better take. انا مشيت للمدرسه الصبح بس انا كنت اقدر اخد اتوبيس، يبقى كود هاف تصريف تالت. حلوه. اصل didn't need to حد كان عارف ان حاجه مش مهمه فما عملهاش. since you have been working for hours، بسبب ان انت شغال لمده ساعات، انت اكيد مرهق دلوقتي. انا عايز اكيد يبقى must، مش احتماليه، ومش اكيد كنت. انا بقول لك ناوي الان، فانا عايز في المضارع يبقى must be، must والمصدر. بقول لك دلوقتي انا لو في الماضي بجيب هاف وتصريف ثالث. طيب the order to the wrong address yesterday، الاوردر للعنوان الخاطئ بالامس. ماشي. could have sent، must be sent، might have sent، must have been sent. اولا انا بصيت عندي انا بتكلم امبارح، فطالما امبارح يبقى انا هستبعد عندي الحاجات اللي في المضارع كلها، يعني دي مضارع must be وتصريف ثالث في الباسيف في المضارع. طب could have sent، لا يا حبي، اصل دي مبني المعلوم وانا عايز حاجه مبني المجهول. ليه؟ الاوردر ارسل ولا تم ارساله؟ تم ارساله. فانا عايز حاجه مبني المجهول بيكون فيها بين وتصريف ثالث، يعني بتكون هاف بين تصريف ثالث، فهستبعد دي وهستبعد دي، هتبقى must have been sent. فبقول لك الاوردر اكيد تم ارساله لعنوان خطأ امبارح. طيب my bike is gone، it مش لاقي العجله بتاعتي، الدراجه بتاعتي، يبقى اكيد اتسرقت. يبقى بص عندي هستبعد دي واستبعد دي، عندي must have been stolen وماست have، لو دي هتبقى اكيد سرقت، لا انا عايزها باسيف، يبقى باسيف يبقى ايه؟ must have been stolen. ماشي. look at the magician، بص على الساحر، هو بيقطع that woman in half، بيقطع الست لنصين. he sewing her in half، it's a trick، هي اكيد خدعه. خدعه، شفت انت اكيد دي؟ اكيد خدعه. فانا عايز اكيد، انا بستبعد دي وبستبعد دي وبستبعد دي، يبقى هي ماست. يبقى هو استحاله بيقطعها لنصين، خلاص، فدي اكيد خدعه. ما هي استحاله كانت، اكيد ماست، الاستنتاج. طيب the flowers، الورود are dead، ميته. he them، الورود ميته. هو اكيد رواهم غلط، هو ما كانش ينبغي يرويهم ازاي. طيب هو had to water ولا he can't have watered؟ هو استحاله رواهم، استحاله رواهم، ميتين، فاستحاله رواهم. طيب he have died of cancer، هو مات بالكانسر but we have no evidence، بس احنا ما معناش دليل. احنا ما معناش دليل، يبقى هو احتمال، يبقى مي، خلاص، ما هو بقولك معناش دليل، يبقى احتمال مات بالكانسر. طيب she have known about the bad news she seemed very sad، هي تعرف عن الاخبار السيئه، هي كانت تبدو ان هي حزينه جدا، يبقى هي اكيد كانت تعرف. اكيد يعني ايه؟ يعني مست. طيب امير isn't here now، امير مش هنا دلوقتي، لذلك هو have gone to the museum by himself، هو مش هنا، يبقى هو اكيد راح المتحف لوحده بنفسه، يبقى must اكيد. طب استحاله ليه؟ وينبغي ليه؟ ويستطيع ليه؟ عادل by train yesterday، مبدئيا بتكلم في امبارح فهستبعد دي وهستبعد دي، انا طالما في الماضي يبقى فيها هاف وتصريف ثالث. I'm not sure، انا مش متاكد، يبقى عايز الاحتماليه might have traveled، عادل احتمال سافر بالقطر امبارح. I regret،
I regret. انا ندمان making that silly mistake. ان انا ارتكبت الخطأ ده السخيف. I have shouted at my little daughter. انا ما كانش المفروض ازعق لاختي. لم يكن ينبغي ان shouldn't have تصريف ثالث. طب can't دي استحالة. must اكيد. should ينبغي. she the direction she found herself in a completely different destination. هي وجدت نفسها في مكان مختلف تماما. يبقى هي اكيد تتبعت غلط. هي استحالة تتبعت الاتجاهات مش احتمال. ومصن دي منع وتحريم يا حبي، ما تجيش مع استنتاج. مها will wait for her husband. مها سوف تنتظر جوزها زوجها. she has forgotten her key. هي نسيت مفتاحها. يبقى she have brought it. هي اكيد جابته. brought من bring يجلب. طب احتمال جابته. طب احتمال لا، ده هي كان ينبغي تجيبه انما نسيته. طيب we don't know. احنا ما نعرفش امتى الزلازل بتحصل. هم لا يمكن توقعهم. يعني استحالة توقعهم. استحالة دي يعني can't. they can't predicted. لا can't be predicted. لان هم لا يمكن توقعهم. هنا passive. هنا passive لا يمكن توقعهم. هل هم اللي بيتوقعوا؟ لا، انما لا يمكن توقعهم. فانا عايزة passive هتكون can't be وتصريف تالت. بعد كده عندي سامي travel to work. سامي سافر للشغل باي باص بالاتوبيس. he by train as usual. هو كان يقدر يسافر بالقطر كالمعتاد. كان يقدر يعمل حاجه وما عملهاش. could have وتصريف ثالث. could have traveled. could have traveled. طب might have traveled دي احتماليه. طب كان يجب ان هو يسافر؟ لا. طب اكيد سافر؟ لا. انما هنا سامي يسافر للشغل بالاتوبيس وكان يقدر يسافر بالقطر كالمعتاد. بعد كده you have shouted at him. انت تزعق فيه. he will never forgive you. يبقى انت ما كانش ينبغي تزعق فيه. هو مش هينساك كده ومش هينسى اللي انت عملته ده. طيب ما كانش ينبغي ان shouldn't have تصريف ثالث. طب ما انا عندي shouldn't بتساوي ought not اهيت. بتيجي ought not to ought not بس. وعندي should بتساوي ought to. بعد كده بيقول لي I'm glad you survived. انا مسرور ان انت بقيت على قيد الحياه. you risked your life. انت خاطرت بحياتك وانت كان ممكن تتقتل. حاجه كان ممكن تحصل وما حصلتش. could have وتصريف ثالث. هنا could have been لانها باسيف. could have been وتصريف ثالث لانها باسيف. انت كان ممكن تتقتل مش تقتل تتقتل. فباسيف فل يا عمنا. انما هنا مي هاف احتماليه. must have been اكيد. might have برضو احتماليه. طيب نخش على الريرايت. يلا بينا يلا بينا. طيب هنا بيقول لي I'm certain. انا متاكد that cell phone ان السيلفون الهاتف wasn't stolen ما اتسرقش. عايز نستخدم can't. طيب يعني استحالة. يعني هقول لك هنا my cell phone الهاتف بتاعي can't have been stolen. استحالة اتسرق في الماضي. فانا جبت have وتصريف تالت. ومش have وتصريف تالت have been وتصريف تالت لانها باسيف. هو الموبايل بيسرق؟ لا ده بيتسرق. طيب بص يا حبي الجايه ها بيقول لي this house هذا المنزل was certainly built. هو بالتاكيد اتبنى في 2009. عايز نستخدم must. انا كده في الماضي فانا هجيب have وتصريف ثالث. فهقول لك هنا this house هذا المنزل. شوف هتصرف ازاي ها. must اكيد. have been built اكيد اتبنى واقول له في 2009 بس خلصت. ليه يا مستر جبت هاف بين وتصريف تالت؟ لانها في الماضي وباسيف. طالما في الماضي بجيب هاف وتصريف تالت. بس لو هي باسيف بقى بتبقى هاف بين وتصريف تالت. طيب اتس possible من الممكن that my son broke the window. من الممكن ان ابني كسر الشباك. بيقول لي مايت. يعني بيقول لي كسر. يبقى اقول لك هنا my son اهوت ابني might have broken the window. هو من المحتمل ان هو كسر الشباك. خلصنا. طيب perhaps من الممكن my uncle went shopping. ان عمي ذهب للتسوق. عايز نستخدم مي. يبقى اقول لك هنا my uncle عمي ماله قال لي مي have gone تصريف ثالث واقول له shopping. فعمي احتمال ذهب للتسوق. انا ليه بجيبها في الماضي؟ لان بيقول لي وانت ماضي هيت. طب بعد كده I'm certain لوجين took the photo. انا متاكد ان لوجين اخذت الصوره التقطت الصوره. يبقى must have. اقول لك هنا لوجين must have taken the photo. هي اكيد التقطت الصوره.
ايه اللي حصل؟ انا جبت ماست هاف وتصريف ثالث لان بتكلم بقول اكيد في الماضي. بقول انا متاكد فاكيد اهو. I am sure انا متاكد نور left early، متاكد ان نور غادرت مبكرا must have. يبقى نور must have اكيد left غادرت مبكرا early. هنا بيقول لي it was wrong كان خطا من اشرف ان هو يتجاهل نصيحه الطبيب، كان خطا في الماضي. يبقى اشرف ما كانش ينبغي، بيقول هنا shouldn't، يبقى shouldn't have تصريف ثالث لم يكن ينبغي ان هو يتجاهل. يبقى اقول لك هنا اشرف shouldn't have ignored واكمل the doctor's advice. بعد كده it's possible من الممكن that رودينا knows the answer، من الممكن رودينا عارفه الاجابه. يبقى ابص طبعا هنا مضارع، يبقى اقول لك هنا رودينا might ولا might يجي بعدها مصدر يبقى know واكمل the answer. طيب بعد كده it's possible من الممكن that they are related ان هم قرايب، هنا بقول استخدم may، يبقى اقول لك هنا they هم maybe ربما ان هم يكونوا related قرايب. انا هنا في المضارع خلاص، فمستخدم المصدر. من الممكن that they missed the train ان هم فوتوا القطر، واللي استخدم could have، يبقى they could have missed the train احتمال فوتوا الايه؟ القطر. طيب بعد كده بيقول لي you made a mistake انت ارتكبت خطأ when you lied to your teacher لما انت كذبت على المدرس. بيقول لي استخدم shouldn't have لم يكن ينبغي ان، يبقى انت shouldn't have لم يكن ينبغي ان انت lied تكذب to your teacher. استخدمت عندي shouldn't have وتصريف ثالث معناها لم يكن ينبغي ان اهوت. واخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. every achievement كل انجاز brings you بيخليك اقرب لسكسس النجاح. وفعلا بص يا حبي، الحمد لله النهارده انا شايف احنا طلعنا يعني ملاحظات كتير جدا، وحاليا جمل صعبه كتير جدا، وافكار كتير قوي 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 كتير جدا 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 جدا. يعني بصراحه افكار كلها متنقيه حرفيا، فمتنقيه على الفرازه. فالجمل النهارده حلوه، النهارده انت مستفيد 100%. خلاص انت مش محتاج كده باذن الله حاجه متعلقه بربع المنهج، انت تمام، انت حلل عصير الكتب كلها وامتحانات ثانويه عامه سابقه ولونج مان، فالدنيا تمام معاك الحمد لله. طيب هتحافظ على الورق ده جدا، كل الملاحظات اللي انت كتبتها هتحافظ عليها، لان هقول لك هتحتاجها امتى. هقول لك مثلا عندك امتحان، او انت اوريدي اصلا ما انت عندك امتحان، ها ما انت بس هما لسه في دماغك الحمد لله، انت لسه فاكرهم يعني. بس بعد كده ما هيكون عندنا امتحانات شامله وهيكون فيها من ضمنها ربع المنهج، هترجع تراجع على ده وهتبص على الملاحظات وعلى النوتس انت كتبتها والقصص دي كلها. فحافظ على الورق ده كويس قوي يعني. تمام، ان شاء الله انتظروا عصاير جايه كتير، مانجا بقى، هنظبط الدنيا ان شاء الله. انتظرونا في شغل قوي جدا جاي ان شاء الله. اشوفكم يا رب دايما احسن ناس، واشوفكم على خير. واخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشوفكم على خير، سلام.